من الحاجات كمان اللي تخلي التوبة مهزوزة وأرجع للخطية حاجة اسمها ضعف محاسبة النفس. أنا ما بحاسبش نفسي أول بأول. بصوا يا جماعة، عارفين يا جماعة، واحدة راحت للدكتور وقالت له أنا في حاجة هنا كده قلقاني، ففحص، عمل أشعات، قال لها محتاجين عملية استئصال. بعد ما استأصلنا وعملنا تحليل باثولوجي طلع المرض فعلا كان ورم وحش، بس نشكر ربنا كان جريد 1. جريد 1 يعني ايه؟ لوكيتد وفي مكانه وما انتشرش، والليمف نودز اللي حواليه ما اتأثرتش، كله زي الفل الحمد لله. انت شاطرة جدا انك لحقت القصة فين؟ في اولها. خليكوا بقى معايا، بس خلي بالك لازم تلاحظي نفسك، عشان ما دام جه مره يبقى ممكن يكون جسمك عنده استعداد جيني لحاجه زي كده. بعد ما عرفت المعلومه دي هتعمل ايه؟ هتلاقي كل مره بتبص على نفسها كويس قوي قوي. ليه؟ لانها خايفه. الانسان الروحاني كده عشان عارف انه تحت الضعف وعارف ان عنده عدو فرقعه الى حين، وعارف ان ممكن يقع في كبرياء وممكن يقع في تكاسل، بيحافظ على نفسه انه بيحاسب نفسه يوميا. الاباء علمونا كده، ما تنامش قبل ولا تخش قليتك قبل ما تفحص نفسك كم فكرة أرضيت بها الله وكم فكرة أغضبت بها الله. فالإنسان اللي بيحاسب نفسه زي اللي بيعمل تشيك اب كل 3 أشهر، بيلحق الموضوع دايما في ايه؟ وطول ما بلحق الموضوع في اوله ايه اللي بيحصل؟ الحق اعالجه. لكن لو الخطيه سبتها لغايه لما دخلت وانتشرت وعششت بيبقى صعب قوي اقتلاعها، لان تحولت للعاده، والعاده تحولت لادمان، فمسكت فيا فما عرفتش اتخلص منها. انا وانتوا كده. عشان كده محاسبه النفس دي مهمه قوي 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 علشان تنجيني من اللي جاي. اقول لكم مثل قلته لكم قبل كده. في المتابعه ومحاسبه النفس، عارفين ان الناس اللي بتعمل رجيم وتبتدي تخس شويه ويكون عندها ميزان، المفروض الدكتور قال لهم تتوزنوا كل مره في الاسبوع. عارفين بتوزنوا كل ايه؟ كل يوم. ده في اليوم 3 بيحصل لهم نوع من السجس. يعني نوع من السجس يعني محتاجين علاج نفسي، لان خلاص بقى ادمان. يعني ماسك الميزان في ايده، يعني ناقص يحطه في شنطه ويمشي بيه. ليه؟ علشان هو مش عاوز يزيد 10 جرام ما يعرفش ينقصهم او هينقصهم بصعوبه. فالانسان ده بياخد باله كل شويه. هو ده اللي احنا عاوزينه بقى، مش على مستوى الميزان، على مستوى الميزان الروحي، ان انا بحاسب نفسي اول باول. ايه اللي حصل لي في الاسبوع اللي فات؟ ايه اللي حصل لي في الشهر اللي فات؟ ايه الهزه اللي اتهزتها قويه قوي وكان ربنا عاوز منها ايه؟ عاوزني ارجع له، عاوزني اتوب، عاوزني اصلي له، عاوزني اصوت له، عاوزني اصرخ له، انا يا رب ابنك وماليش غيرك. فابتدي اركز تاني في ربنا، بس لازم احاسب نفسي اول باول. اول باول. قديسين كبار قوي زي الأنبرسانيوس وزي القديس مقاريوس عمرهم ما ناموا قبل ما حاسبوا نفسهم على تفاصيل كل ساعة في اليوم.